لك هلا، صباح الخير، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم عندي اجتماع شغل، فقلت ليش ما اخذكم انتم وياي حتى تشوفون يومي، واخذكم مكان كلش حلو. واخيرا وصلنا بعد معاناة وازدحام الطرق مال البصرة، كلها ازدحام. فوصلنا هسه راح نجتمع على مود شغل، وبعدين اخذكم المكان اللي وعدتكم به. طبعا اكو شغله، دائما اكون انا اول واصلين بالاجتماعات، ما اعرف ليش. فحاليا قاعد وحدي بعد اجتماع ساعتين وما وصلنا النتيجة. ما وصل، يعني تخيل انه اجتماع ساعتين والداهر وكذا وهيك وهيك وما صار. يلا، احتمال يصير لان إلنا جلسة ثانية، فيلا نمشوا لمكاننا اللي وعدتكم به. متحف التاريخ الطبيعي، مكان أكثر من حلو، راقي، نظيف. أنصحكم إنه تجوا له. فهاي الدخولية مال المبنى. أول ما ندخل راح نشوف يعني هذا الديكور الكلش حلو. فهو يتكون من 4 قاعات رئيسية. القاعة الأولى اللي راح ندخلها أول وحدة هي قاعة الأهوار. كل شي موجود بالأهوار راح تلقونه بهاي القاعة، من حيوانات طبعا. فمثل ما تشوفون عندنا السمتي، يعني فتشي. عندكم اللقلق. كل الحيوانات اللي تشوفونها هي تحنيط عراقي. فمنو يعرف اسم هذا الحيوان؟ المكان كلش حلو، يفتح النفس، يعني أي شي ما شايفه أنت بالحقيقة تشوفه هنا. هنا هاي عندكم البجع. حلو، كلش حلو التحنيط مالته، عجبني أنا. فمكان يعني راقي. وهنا راح نروح للجامخانة، وبيها أنواع الحيوانات. يعني الشي اللي ما شايفه أنت راح تلقاه هنا، الشي المنقرض راح تشوفه هنا. فأنصحكم إنه تجون لهيج أماكن. وبعد ما سألت اكتشفت إنه هاي الحيوانات هم تعيش بالأهوار، بس هي المشكلة إنه هنا ما كاتبين يعني معلومات عنها، فقط أسماء بس بالأول، وبالتالي أنت راح تستمتع هنا من تباوع لها أصلا. هسه نجي للقاعة الثانية راح ندخل لها، وهي قاعة البحار. هنا شي خيالي، كلش استمتعت هنا، لأن عندكم الدولفين والحوت وهاي السمكة اللي كلش كبيرة. وتعالوا آخذ لكم نظرة قريبة على هذا الحوت. ننتقل للجامخانة الأولى اللي هي خاصة بالأسماك البحرية. ولاحظت هنا شغلة إنه مو حلوة، ما كاتبين الأسماء، يعني كل حيوان يكتبون يم الأسماء. شلونكم عزعاطيط؟ المهم أخذت لكم نظرة على هاي السمكة هم، وهم راح انتقل لكم لهاي الجامخانة. وهم نفس الفقرة، إنه ما كاتبين لا أسماء، يعني أنت وقدرتك على معرفتهم فقط. إن شاء الله بالمستقبل إنه يكتبون أسماء، حتى الناس تتثقف شوية، تعرف عن هذا الحيوان شنو. عمتنا السلحوفة هنا قاعدة وحدها، ونقلها شلونك عمة؟ شلون صحتك؟ وهسه راح ننتقل لقسم الأسماك الغضروفية أو القوابع. وهم ما كاتبين أسماءهن ولا كاتبين معلومات عنهن، فهاي هم مشكلة. ومن قسم القوابع راح ننتقل القسم الحشرات. هاي أول ما بالممر، يعني أول ما ندخل راح نلقى هاي القسم مال الحشرات. وأكو هواي أنواع من الصخور، هسه راح نجي نشوفها. يعني صخور حتى نادرة، حسب ما فهمت إنه أكو جزء من الصخور مال نيزك، صخور كريمة، صخور نادرة. فكل شي راح تشوفه وكل شي راح تلقاه هنا. لحد ما وصلنا العمنا خطية المسكين، اللي ما أعرف شنو مهلسين ريشة ما أدري شنو، فصاير كأنه فرخ دجاج. وهذا القسم اللي مقابله هم يحتوي على مجموعة من التحاليل والمخطوطات الكلش حلوة، هم تقدر تقراها. مو يعني تقلب بيها، تقرأ اللي مقلبين عليه الصفحات. يعني شيء حلو إنه تقلب بالتراث، أو تشوف شنو مكتوب عن الحيوانات أو شغلات ثانية. وهذا هنا التحنيط مالته عجبني، عكس أخو اللي مقابله.
بعدها راح ننتقل لقاعة الطيور، وهنا الطيور نوعين راح تنقسم: طيور مسالمة وطيور جارحة. هسه هنا بالبداية الطيور المسالمة اللي الباط وغير الباط، وبعدها راح نجي للطيور المو مسالمة. فأنا عن نفسي كلش والله استمتعت واستفاديت، لأن شفت حيوانات ما شايفها قبل، وتعرفت على هواي شغلات هنا. فأتمنى تجون، يعني صدق أتمنى تجون هيك مكانات بالبصرة. وهسه وصلنا للجاموس. هذا راس الجاموس. أما هذا الحيوان فصراحة ما أعرفه ولا كاتبين عليه اسم، فاللي يعرفه يكتبه لنا بالتعليقات. تمام. وهنا كيوت التحنيط، كلش عجبني. حتى القعدة على الوقفة، هذا شبل الأسد، أكيد شوي إله هيبة. وبعدها بصفه حاطين الأكثر حيوان ياكل الأسد اللي هو غزال الريم. وهاي كانت القاعة الأخيرة. فأتمنى أنه عجبكم المتحف. شباب، أنصح كل واحد يجي يزور هذا المتحف. إذا تريد تعرف عن تاريخ الأهوار، البحار، الحجر، حتى الحجر، أي شيء تاريخ طبيعي تلقاه بهذا المتحف. فأتمنى من الجميع يجون يزورونه. موجود بالبصرة بأحد القصور الرئاسية. تمام. فحلو إن الواحد يستكشف ويعرف شنو موجود بالتاريخ، وشنو هي الحيوانات اللي انقرضت ما انقرضت. ممكن إن تلي حيوان هنا ما شايفه قبل، فشوفه هنا. تمام. واللي هنا وصلت لنهاية الفيديو. إذا عجبكم هيك نوع من الفيديوهات، لايك واشتراك بالقناة حتى استمر بهيك فلوجات وهيك فيديوهات. إن شاء الله بالمرات الجاية راح أوديكم مكانات كلش حلوة وغريبة وأحلى من هذا المكان. تابعوني.